يقدم استقالته هو ولا الوزير اللي مكلف، لانه كان عنده الصندوق فيه 54 مليار. احنا شفنا شنو دار به. تكلم على المقاصه وجاوبناه، ما بقاش كيعاودها لان كيربح منا. خصو يعتذر في مثل هذه الامور. تقدم الحكومه استقالتها، هذا امر كبير وجلل. واش كاين شي حيوان بري ولا ماشي بري اللي كيولد في 5 اشهر يمكن يولد 17 مليون؟ عند رئيس الحكومه سعب الى بن كيران اثناء تشكيل الاغلبيه وقال له انا عندي 2 شروط، وما بين الشرطين ما يكونش دعم. الدعم المباشر، الدعم المباشر ما يكونش. وكيفاش كان هذيك الساعه حرام ودابا حلال؟ هاد الحكومه ديال الفضائح بامتياز، ديال الفضائح بامتياز. جبد قال لك راه كان المغرب غيطفى عليه الضوء وما كانش هو اللي انقذ المغرب، ورأنا هذيك الاتفاقيه اللي كانت مع الجزائر. كاع البلاد ما عندها حتى حاجه، انت جيتي انت هو المنقذ، انت هو اللي كتضوي البلاد بوحدك. وعاد جا المياه، عاد جا تحليات المياه. تحليات المياه خليني نقول لك اشري. اولا اول محطه ديال التحليه، خليني على ديال العيون. هادو اللي داروا في عهد الحكومه السابقه، هذه ديال شتوكا اللي ديال اكادير، علاش تاخرت سنه؟ خرج قول للمغاربه السيد وزير رئيس الحكومه الوزير الفلاحه السابق، علاش تاخرت سنه؟ هو اللي اخرها لان كانت ديال المياه الشرب وحولها للفلاحه. قلنا شريف علاش اخرتي ديال الدخله؟ عاد نجيو للدار البيضاء. واكثر من ذلك خليني نقول لك فيما يتعلق بتحليه المياه. صحيح جلاله الملك في 2022 الخطاب الاخير ديالو قال هذا الشيء ما خصوش يكون محط مزايدات، ونحن نعلم بانه هذا من الملفات الاستراتيجيه اللي تتعدى الزمن الانتخابي والانتدابي ديال الحكومه ديال 5 سنوات، وانه يسهر عليه جلاله الملك شخصيا من خلال جلسات خاصه به. كان زعما كان ما يمكنش، وانا نقول لك ما يمكنش نهائيا تحدد اماكن ديال التحليه ولا الطريقه ديالها بدون الرجوع الى جلاله الملك. انت اللي كتقول هذه عصر هذا راه كانوا يخليو الرباط والدار البيضاء بلا ماء ولا غير ذلك باش تغطي على قضيه ديال تضارب المصالح. ما يمكنش الشريف. خليني نقول لك غير من الناحيه التقنيه. نعم تفضل. هذه نقطه مهمه، ولكن غنرجعوا غنتكلموا فيها ونرجعوا حتى للحصيله. هذا تضارب المصالح تصنتي ليه وسمعنا السيد رئيس الحكومه كيفاش شرحها بانه قانونيه. صافي الكره عندكم صافي. قال لك قانوني، وراه شوف قال لك المستمع كيسمع. خلي دابا هو قال لك هو تيشوف، هو قال لك اشرح لنا بان تضارب المصالح. انا اشرح هو قال لك اودي راه حنا كنجيو نديرو بها البوس ياك، وقال حنا كنا نعطشوا المغاربه ديال الرباط وديال الدار البيضاء وهو اللي جا دار لهم هادشي. طيب والحكومه السابقه ما دارت والو. انت اللي شكون اللي نزع الارض من اجل المنفعه العامه؟ انت دفتر التحملات وجدتيه انت. هادو كل الاعلان الاول انت اللي درتيه. انت جيتي في اكتوبر 2021 وهذا الشيء هذا كله كان بدا من 2019. علاش غتدخل فيه 10 سنوات؟ بغيتي تدخل 10 سنوات؟ طيب الشريف انت كنتي وزير الفلاحه في 2008. طيب هو اولا عنده البرنامج السابق اللي دار في 2019 او 2018 امام جلاله الملك، اللي فيه البرنامج ديال الماء الصاروب وديال السقف اللي فيه هذيك الساعه كان فيه 115 مليار ديال الدرهم، ويمتد من 2020 حتى ل 2027. دابا راه فيه 147 زاد فيه تماما. مزيان. كنت انت وقعتي عليه. ثم انت رئيس الحكومه، انت هو الرئيس ديال المكتب الوطني ديال الماء والكهرباء. الرئيس واللي كيعمل هذه الصفقات هو المكتب الوطني للماء. اذا انت ثانيا، ثالثا انت اللي كترأس لجنه الاستثمارات، ثم انت اللي كترأس اللجنه حتى المرسوم اللي دار. خليني نقول لك المرسوم. انا جاي هذه بعدا. اولا عندك ما يسمى بسبق المعلومات، عندك ان ديلي دينيسي عارف شنو يدار. ثم شاركتي. انت عمرك شتي شي، خليني نسميها، عمرك شتي شي اكوا ولا الاخر شاركت في شي تحليه المياه؟ سير قرا المسار ديالها.
واش عمرها دخلت لهذا المجال؟ ما عمرها دخلت. اول مره كتدخل مزيان، مع دخلت مع الشركه ديال اكسيونال الاسبانيه. تماما. طيب جابت هذه الشركه، بلا ما نهضر على هذه الشركه اللي كانت مفلسه وبهذه الصفقه حتى هي ولات غير مفلسه، ما عليناش. طيب انت وزير، انت رئيس الحكومه، الشركه ديالك مشاركه، كي كتقبل هذا الشيء؟ غير فهمنا، غير فهم المغاربه. ما تقوليش انا كدير الاستثمار، كدير الاستثمار في واحد المجال اللي هو حيوي، وواحد المجال اللي انت عارف عليه الديتاي وكتشارك فيه وكتقول نعطيتي احسن ثمن. واش 4 دراهم فاصله 5 احسن ثمن؟ دابا الان راه في العالم 3.50 دابا حاليا، وفي اسبانيا اللي قريبه لينا كاينه ب 4 دراهم. ماشي اخلاقيا ودستوريا وقانونيا ما خصكش تشارك في هذا الشيء، واكثر من ذلك شاركتي. علاش دستوريا واخلاقيا؟ شوف ملي كيكون دابا نعطيك مثال، شرحتي لنا فهمنا بانه. طيب انت واش كتعرف؟ طيب واش كتعرف انت شحال ديال المستشارين تعزلوا؟ مستشارين ورؤساء اللي تعزلوا. باش تعزلوا بواحد الماده 64 و65 من القانون التنظيمي، يا اما الجماعات واما العمالات واما الجهات. شنو فيه؟ اي اذا كانت كتربط هذاك المستشار مع الجماعه ومع الصفقات الجماعه، اي علاقه كتعزل. يمكن انا نقول لك جد جدك وجد جدك داير واحد العقد مع ديك الجماعه، ودابا عاد وليتي انت مستشار، كنجبدوك هذاك العقد وكنقول لك سير الله يعاونك. انت دابا كتشارك في واحد المجال اللي انت عارف فيه كل شيء، كاين تضارب وكاين تنازع المصالح باين، وما اكتفيتيش بهذا الشيء. درتي جوج الامور خطيره اللي هما اولا مشيتي كطلب الدعم. قال لك ما طلبش الدعم، وهو البيان اصاحبي، بيان. سمعتيه في لا بس اسمعني نقول لك كاين بلاغ بانه قدم طلب الدعم للجنه التي تنظر في المشاريع الاستراتيجيه. ما تقبلش، لان ماشي نقول لك حيت حنا نضنا كان يعني نتصدى له. كاين عقلاء في هذه البلاد وقالوا له ما عندكش الحق، وين غادي نكرها؟ ولذلك كنقولوا له كيما طلبتي ورفض، خرج قول انك انت ما خديتيش الدعم. صح انت كتقولوا هادشي اللي قال في طيب وعاوتاني الثانيه اللي قالها واكدها البارح، قال لك اودي لا الاستثمار بحال هذا النوع هذا راه كتكون فيه مساعدات ودعم وهذا عبر الاعفاءات والضريبه الى غير ذلك. وكيفاش الشريف انت عارف وجيتي القانون الماليه وعدلت فيه في 2023 عدلت فيه ماده هاد الشركات اللي عندها استثمارات عندها اكثر من 2 مليار ديال الدرهم، ونزلتي قلتي جبتي تعديل مجلس المستشارين ومعروف شكون اللي جابو وعلاقته بك، وجا وخفضنا الضريبه على الشركات من 35% ل 20%، وراه جيتي البارح كتبررها. فلذلك خليني نقول لك هذا المرور، خليني نعلم انه كان مرتبكا وكان فاشلا وكان عاجزا، وهذا الشيء كله كيبان على وجهه كيبان في يده. هذا الشيء كله نسينا، خلينا غير في المضمون. دابا في المضمون نناقشوا في المضمون. واش كنقول لك؟ واش هذاك المرور اعلامي بالنسبه لكم انتم في الحزب؟ خلينا دابا المعارضه حنا غنجيو لها في الحزب ياك، واش ما فيه حتى شي حاجه ايجابيه؟ كلشي داك الشيء فيه البهتان وفيه الزياده وفيه المزايده. لا دابا عطيني انت وحده قالها خلينا سي عبد الله. انا كنسول انا اللي دابا انت اللي قول انت سولني، قول لي. انا سولتك تفضل. لا واش انا هذاك الساعه و18 دقيقه انا لم ارى فيها اولا جديدا. اعطيني شي حاجه جديده، يقول لي شي حاجه جديده. ثم من حيث المرجعيه شوف انه جاء بعد ما انهك المجتمع والدوله، تسلم من في 2000 في اكتوبر 2021 كان المستوى الاول على المستوى السياسي، كان عندنا ثقه في المؤسسات. سير شوف الثقه دابا الان بتقارير ديال المندوبيه الساميه للتخطيط وبتقارير دوليه فين وصل المستوى ديال الثقه في المؤسسات والثقه في رئيس الحكومه. جوج سير شوف اسيدي على المستوى الاستقرار
والسلم الاجتماعي بين من قبل 2021 ودابا. الاحتجاجات التي عمت جميع القطاعات. هذه الاحتجاجات اللي ولا فيها حتى الاضراب الوطني، ولات فيها اضرابات القطاعات، والتي لا تدوم اسابيع او ايام، تدوم شهورا. ها فين وصلنا؟ فين بغيتي دابا؟ بغيتي تجي كتكلم على الحصيله، مرحبا. كتكلم على اذا المرجعيه ديالنا حنا في الحصيله عندنا الجانب السياسي انا تكلمت لك عليه، الجانب التواصلي خلاص نخلي لكم نتوما تعلقوا عليه، الجانب التدبيري بيننا وبينه البرنامج الحكومي ياك، ونمشيو لهذاك الشيء اللي قال ولم يتحقق في اي شيء. ودابا غير خليني نقول لك واحد القضيه. هو ملي كيبغي يتكلم على شي حاجه ما نجحش فيها كيجيب يستدعي جوج المبررات: 10 سنوات وثقل المسؤوليات والتراكم المشاكل، اي مسؤوليه هي كيجيب هذه، او لا كيجيب الخارج، الغلاء في الخارج، المواد الاوليه والكورونا والى غير ذلك. وملي كيجي النجاحات لا يذكروا كاع المسار، كاع المسار ما كيذكروش. طيب اسيدي، حنا سيدي نحاكموك غير دابا على مستوى المؤشرات. هاد الحكومه ديال الفضائح بامتياز، انا نعطيك 5 الفضائح كبرى، 5. الاولى الفساد. حنا اليوم في المرتبه 99 بعد ما كانت في 73. ها المرتبه، هذا الفساد. عمرك سمعتيه كيهضر على الفساد؟ كيهضر على الديمقراطيه، كيهضر على حقوق الانسان، كيهضر على هادشي. عمرك شتي رئيس حكومه خرج من فمه الديمقراطيه والحريه وشي حاجه بحال هادشي؟ عمرك شتيها؟ ولا محاربه الفساد؟ عنده استراتيجيه، عنده هذا والو. التعليم قال لك اسيدي غنكونوا حنا في المرتبه 60، وملي كتهضر مع هادشي حنا درنا مشاورات، مدرسه الرياده كيهرب. اشحال حنا اليوم؟ حنا 64. كون غير خليتيها فين كانت في مستوى التعليم. الصحه حنا في المرتبه 90. حنا في المرتبه 90 على مستوى التشغيل والبطاله. حنا متقدمين فيهاش، حنا المرتبه 6 ولكن من اصل من الدوله. معنى حنا البطاله دابا اللي قالها هو 12.8. واش هذه هي اللي لقيتها ب 21؟ كانت كوفيد، خرجنا من كوفيد، شحال لقيتي البطاله وشحال الان؟ انا خلينا نكمل لك المؤشرات. المؤشرات دابا هذه على مستوى ارقام باينه وواضحه. على مستوى الفضائح حنا تكلمنا على الفضيحه ديال تضارب المصالح. اسيدي واش انت الشركه الوحيده اللي عندك الفيول الصناعي باش انت اللي تبيع اللوينو بالثمن اللي بغيتي؟ واش بوحدك اللي كاين؟ ما كاينش كاع شركات اخرى اللي كتبيع الفيول باش انت اللي واش انت بوحدك اللي كاين باش تمشي تاخذ هذاك الشيء ديال تندراره ديال الغاز الطبيعي؟ كنقول لك كاين تضارب، كاين السيد واش جاي لرئاسه الحكومه ولا جاي من اجل تنميه يعني تنميه الامور الخاصه ديالو. الفضيحه الثانيه كنهضر لك على الكبرى. اذا عندنا الفساد، سحبتي المشاريع القوانين كذا الى غير ذلك، ها النتيجه. التعليم ها النتيجه. واحد الفضيحه اللي ما كنتكلموش عليها هي هذا الشيء ديال الفلاحه. هادشي ديال الفلاحه واش دابا جينا كنقولوا في نهايه فبراير بان القطيع ديالنا نقص ب 38% من هذاك الشيء اللي كان في 2016. 2016 دار احصاء لم يخرج لحد الساعه، داروا هو وما خرجوش لحد الساعه. رجعنا لبعض التصاريح لقينا فيها 27 مليون راس، 38% كتعطينا 17. جلاله الملك بناء على هذا الشيء امر حفظه الله باش ما يكونش، باش الناس هابه بالمغاربه باش ما يعيدوش. جينا من بعد العيد درنا الاحصاء، اعطانا 33 في نهايه غشت، دارتو السلطه، اعطانا 33 مليون راس. واش كتعرف شنو دار؟ شنو هذه الفضيحه؟ الفضيحه هو انك غررت بالمؤسسات ديال الدوله لكي تتخذ قرارات. صعيب الكلام. ما معناش؟ قول لي، اشرح لي انت. جيتي كتقول عندنا 17 ودابا عندنا 33، واش كاين شي حيوان بري ولا ماشي بري اللي كيولد في 5 اشهر يمكن يولد 17 مليون؟ واخا يتزاوجوا في نهار واحد هادوك 17 كاملين، وانا نقول لك
حتى من حيث الاحصاء، من حيث الاحصاء راه ملي كنقولوا اودي عندنا 17 خصنا نحيدوا فيه شحال الذكور، شحال الاناث، شحال اللي عندهم اقل من 6 اشهر، شحال كذا الى غير ذلك. خصنا نحيدوا هادشي كامل. وجيتي كتبرر كتقول لا 7 المليون اللي كانوا غيذبحوا و7 المليون تولدوا و7 المليون غنربحوا من هنا في اكتوبر. واش هذا كلام؟ خصو يعتذر. في مثل هذه الامور تقدم الحكومات استقالتها. هذا امر كبير وجلل. كان خصو يقدم استقالته هو ولا الوزير اللي مكلف. هذه هي الديمقراطيه. باش غتفسر بانه دزنا من 17 ل 33 بهذا الكلام. فلذلك اذا كانت الخرجه ديالك باش تجي تبرر بهذه الطريقه هذه، خليني نقول لك كان الاولى بك ان تقدم استقالتك. لان مسيتي لان المغاربه كيثيقوا في المؤسسات ديالهم. واليوم بهذه الفضيحه ما بقاتش. الفضائح الاخرى الى جانب الفساد، وهذا الشيء دابا ديال الحمايه الاجتماعيه. الحمايه الاجتماعيه انت ما كنتيش كتامن بها مزيان، وما فيها باس. انا كنقول لك ما فيها، بجبد الوراق وقراهم وما تقولش شي حاجه ماشي هي هذيك. طيب ما تقولش بان الارامل 75,000 اللي لقيتي، والتقارير كتقول 130,205 تقارير عندنا. طيب جيتي التشغيل، هذه فضيحه. قول اودي انا ما نجحتش، ما تبقاش تبرر. قول انا ما نجحتش في هذا الموضوع، لانه اليوم حنا كنتسائلوا هذا الدعم اللي تعطى في الفلاحه. خليني نقول لك هذا الدعم اللي تعطى في الفلاحه، واش كتعرف شحال تعطى ديال الدعم؟ ومع ذلك ما عيدناش. شحال تعطى؟ 61 مليار ديال الدرهم، 6100 مليار. المغاربه راه عاقلينها على 20 مليار، 10 المليار ديال 2022 و10 المليار اللي امر بها جلاله الملك في 2023. والدعم الاخر اللي تعطى على التامين وغيره، بما فيها بما فيها هذا الدعم اللي كان، بما فيها هذا الشيء اللي تعطى 61 مليار وما نعيدوش. في نقاش انا تنقول للمستمعين والمشاهدين بانه ديما كنستضيفوا الراي والراي الاخر، ماشي قصت على هذا كلام ديالك وهذا مواقف ديالك انت كتحمل فيها المسؤوليه. انت شرحتي للمستمع والمشاهد اش في هذا النقاش كامل اللي قلتي السي عبد الله، شنو كتدير المعارضه؟ دابا المعارضه في نظرك، المعارضه شنو الدور ديالها؟ المعارضه الدور ديالها ان تنبه، ولان الطريق الزاويه اللي كتشوف منها هي المجتمع، ماشي هي الزاويه ديال الاغلبيه. الزاويه اللي هي كتشوف النقائص وتنبه اليها. واش انا اللي عندي التدبير كتسولني كمعارضه؟ واش انا اللي كتاخذ القرارات؟ واش انا اللي اسبوعيا عوض نخرج القوانين كنخرج المراسم وكنخرج التعيينات فقط؟ انا معارضه، اعطاني الدستور واحد المكانه طبقا للفصل 10 كنقوم به، واكثر من ذلك كنقدموا بدائل. كطالبني انا باش كطالبني؟ لا انتم ما منسجمينش. شكون اللي قال لك حنا خصنا نكونوا منسجمين كمعارضه؟ اللي خصها تكون منسجمه هي الحكومه، وهي غير منسجمه. على الاقل تكونوا منسجمين غير في بعض المبادرات. اما اللي بان بان المعارضه فين بان لك هي معارضه ولا بحال هي معارضه، راه معارضات ماشي معارضه واحده. متفقين. ولكن على الاقل ومثلا هذاك المؤتمر الرقمي على الاقل ايوا سول لي على الاقل بعدا غير هذه سول لي تراجع عليه. استاذ ما تسولنيش انا، سول لي تراجع عليه. حنا عطينا شوف هذا الشيء فيه لو عتاب اللي كدار. لا خصو يدار للذي افشل المبادره، ماشي لي انا والبي بي اس وزيد علينا حتى الحركه الشعبيه. حنا تنازلنا عن كل الامور المتعلقه بنا وبقى هذاك الفريق المعني شكليا متشبث بالشكل ماشي حتى بالمضمون. واتفقنا على انه خصنا نتجاوزوا هادشي كامل، ونحن ننتظر من الاثنين واذا بك خرج يوم بلاغ نهار 16 ماي. وهذيك 16 ماي راه كنعرفوا كاع لماذا ترمز للاسف الشديد. ثم اليوم المبادرات حنايا راه كانت اخر مبادره بغينا نديروها، وهو انه السيد رئيس مجلس النواب مشكورا احال القانون المسطره المدنيه على المحكمه الدستوريه، ولم يحل المسطره الجنائيه اللي هي اخطر. قلنا حنا ما كانش معارضه دير شي مبادره في هذا المجال. هذا الشيء اللي بغيت نقول لك بالضبط. تفضل.
تواصلنا وقلنا ودي احنا عندنا النصاب، علاش ما نحيلوش حنا؟ فالفريق المعني نفسه قال لك اعطيوني مهله ولم يجيبنا لحد الساعه. لحد الساعه هذا مشكل. فلذلك خصك تسول اللي عنده مشكل. انا اللي قدامي انا كنقول لك اش كندير في المعارضه. اذا انا عرقلت شي مبادره ديال المعارضه قول لي راك عرقلتيها، الرقم ديالها، السميه ديالها، العنوان ديالها الى غير ذلك. حنايا كعداله والتنميه بالرغم من اننا عندنا 13 عندنا الحمد لله الصوت ديالنا والمكانه ديالنا في البرلمان وفي مواجهه رئيس الحكومه، بالرغم انه كيفرق على حساب القرب منه المعارضه. هذه معارضه جاده، هذه معارضه غير جاده، وما عرفناش هذه الجديه فاش. واش في المقترحات القوانين، واش في التعديلات على القوانين، واش في المواجهه ديالو والنقد ديالو الى غير ذلك. فما كاينش معارضه سميتها معارضه البوز، كاينه معارضه جاده وحقيقيه وتقوم بدورها، اراد من اراد وكره من كره. هذه هي العداله والتنميه. ما بقاش لي بزاف الوقت. نعم تفضل. كاينه محاور كثيره وكنا بغينا نتناقشوا فيها. تفضل اراد المحاور ديالك. ما بقاش لي بزاف. كيف كتشوف الانتخابات المقبله؟ الان بقى لها الى سنه، طبعا في السياسه سنه هي مده قصيره جدا بحال الليل ونهار، بناء على النقاش اللي دابا ديال المذكرات والتصورات والنقاش مع وزاره الداخليه. لا خليني نقول لك بانه بعد انتخابات المقبله، لانه كانت الهضره اولا امرها عند الله، نكون هما كيقول لك لا هذه حكومه ديال الحكومه المونديال، حكومه التذكر الهندي الى غير ذلك. شوف امرها عند الله. جوج بالنظر لما تعيشه الحكومه من ارتباك وما يعيشه رئيس الحكومه من فشل في تدبير عدد من الملفات اللي هي عندها علاقه، ثم الامور التي وعد بها في البرنامج. حيت حنا بيناتنا بيناتنا الدستور فصل 89 جينا صوتنا عليه وبالرفض او القبول في البرنامج. هذاك البرنامج هو الحاكم بيناتنا. هذا البرنامج اليوم ما نجحش فيه. انا عطيتك بعض المؤشرات ديالو في التشغيل 12.8. هذاك المليون اللي قال ما كاينش، كاينه حوالي 200 210 ولا 250 الف منصب شغل. هادشي اللي كاين. اذا انت ما حققتيش ما حققتيش هذاك مدخول الكرامه اللي قلتي غادي تعطي 1000 درهم للمسنين اللي اكثر من 65 عام. الان ما كايناش، كاينه 500 درهم وكتكلم على العائله التي تأوي مسنين. اذا هذا ما نجحتيش فيه. 2500 درهم اللي قلتي غتزيد للتعليم ما كايناش. فاذا ثم ملي كنجيو حتى لهاد المؤشرات اللي قلتي رفع نسبه النساء المشتغلات، وقلتي غادي ما درتي فيه والو، بالعكس ارتفع. فاذا ها كاع المؤشرات اللي عطيتينا اللي جايه في البرنامج الحكومي ما درتي فيها والو. وخليني نقول لك واحد القضيه، شتي الامور اللي نجح فيها بلا ما نحلفك بالله كلها النجاحات ديالها باديه بالحكومات السابقه، هو جا غيستمر بما فيها المداخيل التي يتبجح بها وكيقول بانه ضوب لها. و50 سنه الحكومات ما عمرها دارت هذا الشيء. انت درتيه؟ قول لي غير، اعطيني غير قانون واحد. هذه القوانين الماليه اللي جبتي كلها هي تنزيل للقانون الاطار 2019 اللي دارته الحكومه السابقه ومرتبه، سواء ما يتعلق بالشركات، ما يتعلق بالحزم من منبع، ما يتعلق بالضرب على القيمه المضافه، ما يتعلق بالضرب على الدخل. ولكن بقات بعض الامور اللي ما بغيتيش تقيسها. قول لي، خليني نقول لك هذه الفكره الاخيره، فكره وحده. هادشي كاع ديال القانون الاطار ديال الاصلاح الجبائي درتيه، وحده كبيره ما درتيهاش، وهو الضريبه على الشركات اللي عندها واحد النوع من الاحتكار ديال المحروقات. ما بغيتيش وتقدمت لك تعديلات وفي اطار قانون ديال هذا كتنزل غير اللي بغيتي، اللي نفعك، واللي ما نفعكش ما كتنزلش. بمعنى حنا باقين امام المصلحه الخاصه وليست المصلحه العامه. ربما هو شكل حدث هو التصريح الاخير ديال الاستاذ عبد الله بن كيران الامين العام ديال الحزب ديالكم، اللي قال في واحد التصريح بالمناسبه ديال القصف ديال الدوحه، وهذا الشيء تو غادي نناقشوه. قال الى ما خانيش الذاكره بانه قال لم نعد حتى حنا لم نعد يعني محميين بدليل انه الكيان الصهيوني انه قصف يعني دوله شقيقه اللي هي قطر،
وقال بما معناه، او قال بالحرف الا بغينا نقولوا، بان حتى هذه القاعه يمكن القاعه اللي كنتم مجتمعين فيها بان حتى هي ما بقاتش في مأمن وفي حمايه. انا بغينا نفهموا شنو هو القصد بالضبط. مرحبا. اولا شكرا السي يوسف على الاستضافه. مرحبا بك مره اخرى. وطبعا مرحبا بي عندكم في كاب راديو. كنتمناو القنوات العموميه ان تاخذوا يعني خطواتكم، خاصه ان للاسف الشديد ها رئيس الحكومه كل مره كيخرجوا اعضاء من الحكومه، والمعارضه للاسف الشديد لا يتم استدعاؤها من طرف القنوات العموميه. فاذا شكرا لكم. فيما يتعلق بهذا الموضوع خليني اطر لك نوعا ما. اولا لا بد ان نتكلم عن غزه وما تتعرضوا له. اليوم غزه تتعرض صحيح للاباده، للتهجير، للتجويع، للقصف. غير البارح قصف يعني ناري، العشرات ديال الشهداء كل يوم، ازيد من 70,000 يعني شهيد من النساء والأطفال والشيوخ إلى غير ذلك. والآن الكيان الصهيوني لم يعد يحترم أبسط يعني التعهدات. ابسط التعهدات ما كيحترمهاش، ابسط القواعد الانسانيه بغينا نقول، ابسط اتفاقيات اللي كنقصد. لانه دابا الان 6 ديال الدول اللي ضرب لبنان، ضرب سوريا، ضرب العراق، ضرب ايران، ضرب لبنان، ضرب يعني قطر، وقبل منها كاين اليمن. 6 ديال الدول العربيه اللي ضرب. ولكن هذه الضربه الاخيره ديال قطر اللي تقوم بالوساطه وتستقبل من الكيان الصهيوني وتستقبل من حماس وتقوم بالوساطة كما قامت بها في ملفات أخرى، سواء ما تعلق بأفغانستان أو دول إفريقية ومع الولايات المتحدة، ويتم قصفها. يعني ما بقات كتحترم حتى شي عهد. ما نخليونا دابا من القرارات، لا القرار ديال تقسيم 181 ولا القرارات ديال 67 ولا 73 ولا القرارات الدولية ما بقات لا تمتثل لها. والآن أضافت إليها أنها تتصرف وكأنها يعني هي الوحيدة في العالم تتصرف برعونة مع الجميع ولا تخضع لأي معيار. عندنا المحكمة العدل الدولية اللي عند القرارات ديالها في شأنها لا تحترمها. فإذا هذه الدولة الآن من قصفات قطر، خليني نقول لك ما عندها حتى شيء. هي بعدا معروفة بعدم احترامها للعهود، معروفة مع عمرها. كاين العشرات إلا لم نقل المئات القرارات ديال الأمم المتحدة لا تحترمها، لا تحترم قرارات ديال المحاكم، لا تحترم الاتفاقيات. والآن أضافت إليها حتى قتل الوسطاء، يعني ضرب الوسطاء. فإذا بالفعل ما بقيناش في مأمن. فإذا كان خصنا نقولوها بكل وضوح على المستوى الوطني. حنا كاين تظاهرات، كاين واحد العدد من المبادرات يجب تكثيفها، لانه بها باش خصنا نعبروا على الراي ديالنا، على المواقف ديالنا. كاين مسيره اللي غادي دار خصنا هذا، كاين مبادرات اخرى ديال الصيام والى غير ذلك. فاذا هذو كلهم مبادرات على المستوى الدولي العربي. الان بعد ضرب ديال قطر اصبحنا، خلينا نقول لك الشيء اللي قال يمكن الكل يشعر به، بل عبروا عنه بعض القاده في المؤتمر العربي الاسلامي اللي كان يعني البارحه. عبروا عن هذا الموقف، عبروا بانه ما بقى حتى شي واحد في مأمن ما دام ان امريكا ترعى هذا الكيان ولا تردعه، فهو ما بقى عنده حتى شي حاجه. فلذلك مزيد من يعني محاصرة هذا الكيان على المستوى الدولي، ومزيد من المبادرات. وخصنا احنا كعرب نعرفوا الآن هي الحاجة الملحة اليوم لكي يعني نتوحد أكثر. ويعني هذا هو القصد ديال اسمح لي سي عبد الله على المقاطعه. نعم. الا لاحظتي التصريح كان فيه بعض الكلمات او حتى في السياق كيفاش تكلم به السي عبد الله خلى ردود فعل. لا خليني نقول لك دابا ما كيفاش كيف تأمن واحد السيد ما بقى كيحترم حتى شي عهد، راه منذ أن خلق الله آدم أن السفراء لا يقتلون. كيجي شي واحد رسول، كاينه حرب وكيجي واحد الرسول من هذيك الدولة المحاربة كتقتلوه، هو هادشي اللي وقع. فإذا ما كيحترم مواثيق، ما كيحترم عهود، ما كيحترم قرارات، ما كيحترم حتى شي حاجة. كيضرب فوقاش ما بغا، كيضرب بالطريقة باش بغا، كيضرب بالليل بالنهار كلشي. ملي يضرب قطر خليني نقول لك شكون اللي الآن
آن الأول لمراجعة كل اتفاقات قالتها وقالها البيان ديال الدول العرب، ديال المؤتمر البارح، مراجعة هذه الاتفاقات منها التطبيع. علاش دابا حنا هذا الكيان الصهيوني الذي يقوم بكل هذه الأشياء حنا لحد الساعة ما زلنا معه في عهود وهو لا يحترمها؟ فلذلك خليني نقول وأؤكد ما قاله سي عبد الله، لم نبقى في مأمن. حتى واحد من الشعوب العربية والإسلامية اليوم سيشعر بالأمان مع هذا الكيان، فلا بد من مبادرات لردعه، لكن لا أقول لك لإيقاف العدوان والإبادة التي تعرض لها إخواننا في غزة وفلسطين ككل. وهذا خطير جدا، لأنه ما عمرنا وصلنا كاع في العالم. راه قرينا تاريخيا على عدد من الحروب من الإبادات التي تمت، لكن هذه التي تتم في عهدنا هي الأبشع، فهي الأبشع. فلذلك مني ما كيحترمش واحد العدو، هو عدو مني ما كيحترمش المواثيق، لأن حتى الحروب عندها أخلاق، هذا لا يحترم شيئا. فلذلك خليني نقول لك هذاك الشيء اللي قالوا السي عبد الإله بالكيران يعني في الصميم، وأنه هذا الكيان ما دام لا يحترم لا المواثيق ولا العهود ولا القوانين ولا القرارات ولا شيء، فحتى واحد ما هو في مأمن. جميع الدول العربية والإسلامية. قول لي علاش غتكون في مأمن وهو ضرب قطر التي عندها علاقات مع الكيان الصهيوني وعندها وكتقوم بأدوار ديال الوساطة. فإذا شكون اللي قالنا غدا ما غضربش مصر؟ شكون اللي قالنا ما غضربش؟ وسبق دابا حنا غير كنساو ولا كنحاولوا نتناساو. زعما كيف احتلت سوريا؟ كيف احتلت لبنان؟ كيف وحتى الحرب ديال 73 صبرا وشتيلا، هادشي كله كنساو. كنبقاو حنا واقفين في 8 أكتوبر على من 1947 و1948 كل ما عاناه العرب وعاناه الفلسطينيون هذا نساوه. حيت البعض كيبغي يرجعنا فقط 8 أكتوبر وحماس ودارت وفعلت الآثار. لا، التاريخ لم يبدا ب 8 اكتوبر. متفقين. واخا واسمح لي جيتي باش نتفاعل معك اكثر. جا في الكلام ديالك التطبيع، انت مع وقف التطبيع؟ نعم. مع اعاده مراجعه او وقف هذيك الاتفاقيه؟ نعم. هل الحزب يتفق مع هذا الموقف ديالك؟ نعم. كلش اقرا البيانات ديالنا كلها، اقرا البيان الاخر اللي خرج البارح. راه غنرجعوا لنفس النقاش اللي كان، هو انه راه في العهد ديالكم انتم اللي وقعتوا على هذيك دابا نفس النقاش غادي نرجعوا ليه. دابا هو كيرجع لانه السياق ديالو السي عبد الله. هي محقق ترجع له. واش نقول لك ما ترجعلوش؟ محقق ترجع له. حنا السي سعد الدين العثماني هو الذي وقع التطبيع، متفقين؟ السياق كله هو حين وقع، هو واش وقعوا كرئيس ديال الحكومه او كامين العام ديال حزب العداله والتنميه. وقعوا كرئيس الحكومه. كان نقاش عندنا في الحزب لم يبرر يوما هذا التطبيع منذ ذلك الحين، والمجلس الوطني الذي تلاه والخرجات التي تمت، لا الامين العام ديال السي عبد الله بكيران ولا حتى ديال سعد الدين العثماني فيما بعد، كلها تؤكد بان حزب العداله والتنميه ليس متفقا على، لان الدوله عندها الخيارات ديالها، وللشعب عاوتاني الشعب والمواطنين عندهم اختيارات ديالهم. فتكون عند الدوله عندها التحديات ديالها، ولكن الشعب عنده الاختيارات ديالو. 2006 ولا 2000 قبل منها، غير يعني الكيان الصهيوني قام في غزة بعدد من الأعمال الإرهابية والإجرامية. جلالة الملك وقف هذاك المكتب ديال الاتصال. صحيح. فلذلك اليوم ما يقع أقل شيء هو أن نوقف أي علاقة مع هذا الكيان، وهذا موقف نعبر عنه. يعني كاين غتقرا في البيانات ديالنا. قبل ما ندوز للمحور الثاني اسمح لي، لأنه ما كيكونش عندي محاور كثير. في هذا الموضوع ديال التطبيع السي عبد الله والتوقيع ديال السي سعد الدين العثماني كرئيس حكومة. نعم. بالصدق. نعم. ما خلاش لكم أنكم كتحسوا بإحراج شديد مع المجتمع؟ هو براسو قال لك ما نعاش هذيك الليله، هو براسو لا سولتيه هو في احراج. هو اما حنا راه في احراج طبعا، ماشي في احراج اننا كنا حنا طبعنا كحزب. نقول لك راني في احراج كبير. انا اتفهم يعني التحدي